السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال يا رب. والنهاردة هنعمل مع بعض اكلة سهلة جدا جدا، وبتهيألي ناس كتيرة جدا بيحبوها، وهتبقى طريقة سهلة ان شاء الله ان شاء الله على حبايبي. ويا رب تطلعوا من الفيديو ده بمعلومة حلوة والفيديو يعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب ان شاء الله. وهنبدأ نشوف المكونات مع بعض ونشوف الاكلة ايه ان شاء الله. نسمي الله ونبدأ. احنا طبعا دلوقتي هنعمل سمك، تمام. هنكون غسلينه كويس جدا جدا وهننشفه كويس جدا، تمام، عشان يشرب معانا في التتبيلة كويس. تمام، هننشف السمك كويس. اول حاجة هننشفه من المية، وبعدين غسلناه كويس جدا وهنتبله دلوقتي مع بعض. طبعا احنا هنفتحه عشان يتشرب معانا حلو في التتبيله من جوه ومن بره، واللحم يتشرب معانا في التتبيله كويس، تمام، عشان يتشرب معانا كويس اللحم من جوه يتشرب في التتبيله. طبعا احنا هنتبله وهنسيبه شويه برده مع بعض. هغسل ايدي بس ثواني بقى. طبعا احنا فتحنا السمك ونشفناه كويس، تمام. هننشف ايدينا بقى كده. طيب هنحضر بقى دلوقتي المكونات مع بعضنا اللي هي هنتبل بيها السمك، تمام كده. احنا معانا دلوقتي توم وفلفل احمر، تمام. هنحط التوم، وده فلفل احمر حامي، ومعانا برضو فلفل احمر بارد، فاللي حابب يعني فلفل احمر حامي هيبقى طبعا جميل جدا. ماشي، ده الفلفل والثوم. هنحط مع بعض الفلفل الاحمر، معانا فلفل احمر مقطعينه بارد، تمام. ومعانا فلفل اخضر بارد، ماشي، عشان احنا حطينا خلاص فلفل حامي. هنحط برضو ايه اهو، عشان ده هنسيبه نحطه في الصينيه. وهنحط ليمونه بقشرها، طبعا ده نص وده نص، ماشي، تمام كده. حطينا ليمونه بقشرها، وده شرايح ليمون هنستخدمها في الصينيه ان شاء الله. دلوقتي احنا حطينا مع بعض الفلفل الاحمر الحامي والفلفل الاحمر البارد، وحطينا مع بعض الثوم والفلفل الاخضر، تمام. هنحط بقى مع بعض التوابل. هنحط ايه؟ الملح، هنحط الكمون، ونحط بابريكا، حاجه يعني معلقه صغننه خالص بابريكا. هنحط سنه فلفل اسود، تمام كده. الحاجات دي طبعا بقى هنحطها دلوقتي، هنستخدمها برضو وهنقول لكم ازاي، بس هنضرب الخلطه دي مع بعض، ماشي. دلوقتي خلطنا اهو، فرمنا الخليط معانا في الكبه، تمام. هنفضيه دلوقتي مع بعض في الطبق عشان نبتدي نحشي ايه السمك بالخلطه، عشان هنسيبه شويه في الخلطه ياخد من الطعم والريحه الجميله اللي اكيد واصله لكم دلوقتي، تمام. هنفضي الخلطه اهو
طبعا الدنيا اتبهدلت قدامي. نخلص وبعدين هننضف حالا. الناس اللي بيقولوا بتسيبي حاجات في الاطباق، انا طبعا بستحرم اسيب اي حاجه، يعني حتى لو ما حطيتهاش قدام الكاميرا اكيد انا بستخدمها من ورا الكاميرا. يعني انا بستحرم اي فتافيت ارميها، بواقي الحاجه اللي انا بعملها بنضفها اهو. بصوا حبايبي اللي بيقولوا لي ما تسيبيش حاجه في الاطباق، انا والله حقيقي انا ما بحبش اسيب بواقي عشان حرام نهدر اي حاجه، كل حاجه بنستخدمها ان شاء الله. تمام كده ايه خلصنا. هنحشي السمك مع بعض دلوقتي اهو. حط طبعا الخلطه من جوه كده. الخلطه مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ايه، يعني ريحتها جباره. انتوا هتاكلوا السمك يعني ريحتها هتجيب الجيران، بس اعملوا حسابكم بقى شويه سمك حلوين كده عشان لما الجيران يخبطوا عليكم يبقى ايه عاملين حسابهم في شويه سمك حلوين كده، لان الريحه دي مش هتعدي على حد بالسهل كده. تحفه تحفه تحفه، بالهنا والشفا يا رب. كل اللي يعملها ويدوقها بالهنا والشفا على قلبه. تمام الخليط معانا اهو. نحشي الفتحات اللي احنا عاملينها عشان الريحه والطعم يتغلغلوا جوه في السمكه. تمام اهو. دهنا السمك خالص اهو خالص. هيقعد بقى في التتبيله دي شويه بتاع يعني نص ساعه، لو عندك وقت سيبيه ساعه. يعني هو كل ما يقعد في التتبيله طبعا بيبقى اطعم بكتير بكتير جدا. فلو عندك وقت ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، مفيش وقت خالص، عادي جدا جدا. هتغلفيه بالقصدير، الصينيه اللي هتحطي فيها السمك هتغلفيها بالقصدير وتغطيها كويس قوي، تحكميها تحطيها في الفرن بدون ميه وبدون اي حاجه. هو الخليط ده بينزل ميه سوائل، والبصل والليمون والفلفل والحاجات دي كلها هتنزل السوائل بتاعتها. تمام فمش هنحتاج ميه خالص. هو البخار كل شيء هينزل السوائل بتاعته على البخار، هيبقى الدنيا تمام. انا الاول كنت طبعا حبايبي اللي بيقولوا لي بتسيبي بواقي في الطبق عشان كنت انا ببقى ماسكه الكاميرا. يعني في بعض الفيديوهات عندي في اول ما ابتديت اصور، يعني كام فيديو كده كنت بصور طبعا بايد وماسكه الكاميرا بايد، قصدي بقى سوري بعمل الاكل بايد وماسكه الكاميرا بايد. فطبعا غصب عني كنت بفضي الحاجه وبيفضل البواقي، بس لما بفصل الكاميرا طبعا باخد كل البواقي دي. انا ما بسيبش بواقي في الاطباق عشان حرام طبعا نهدر اي شيء من الاكل. فبنحاول على قد ما نقدر ما نهدرش اي حاجه، اي بواقي في الحاجات اللي بنعملها، الاكل اللي بنعمله. تمام كده خلصنا السمك. هنسيبه بقى يتنقع كده شويه ياخد وقته عبال ما ايه نحضر الصينيه. هنحط ايه في الصينيه بقى؟ هنحط مع بعض البصل، هنرصه في الصينيه من تحت، وهنرص شرائح الليمون والفلفل، وهنحط السمك، وهنحط على الوش شرائح ليمون بسيطه، شرحتين 3 كده يعني،
ومعانا هيبقى معانا زيت وليمون برضو هنسقسق بيه السمك في الصينيه، وشويه الخضره على الوش. وهنشوف مع بعض الصينيه قبل ما نحطها في الفرن وبعد ما نطلعها من الفرن هيبقى شكلها ايه وريحتها وان شاء الله طعمها. دلوقتي هنرص السمك معانا اهو، وهنرص الحاجه بتاعته وشغلنا الفرن عشان يسخن. تمام. بصوا يا حبايبي، هنحط البصل الاول، نرص البصل في قعر الصينيه كده عشان طبعا بيدي طعم جميل جدا للسمك. تمام كده حطينا البصل، هنحط الليمون، شرايح الليمون كده على البصل. ماشي تمام. والفلفل، شكل السمك هيطلع سبايسي وايه للجماعه اللي يحبوا بقى الشطه يعني بصوا هيبقى تحفه ان شاء الله، بالهنا والشفا، هيبقى جميل. طبعا اللي ما بيحبوش الشطه مش هيحطوا فلفل احمر، والاخضر لازم يكونوا متاكدين ان هو بارد. تمام. دي خضره شبت وكزبره، هنحط طبعا العروق اللي هي الخشنه دي تحت. ماشي، هتبقى تحت السمك. نحط بقى السمك على الجمال اللي احنا عملناه ده. طبعا سوري معلش، مش عارفه الواحد بقى يعمل ايه في نفسه في النسيان يا جماعه، معلش. نحط بس ايه سنه زيت كده في القعر عشان احنا هندهن السمك برضو زيت. ماشي. بعدين هنحط السمك، معلش هي الأسرة صغيرة بقى فعاملين على قد الأسرة. السمك أسرة مكونة من 2. السمك، جمال السمك وحلاوة السمك وشكل السمك حتى وهو ني وريحته، يعني مش قادرة أقول لكم على الجمال. طيب هنحط بقى كده ايه الخضرة، وهنحط جوه برضو كده خضرة، شوية خضرة كده. احنا بنحبها، واللي مش حابب طبعا يستغنى عنها عادي جدا جدا. يعني اي مكونات او اي اكل عامة بتعملوها في البيت وشفتوها على النت، اللي يعجبكم حطوه واللي ما يعجبكوش شيلوه عادي، مش هيبوظ الوصفة يعني. فاهمين؟ كل واحد بيحط الحاجة دي على حسب رغبته يعني. تمام. ممكن انا بحب الخضرة غيري ما بيحبهاش كده يعني، فكل واحد الوصفة. يعني لو اتشالت الخضرة مش هتأثر في السمك، هيطلع جميل وريحته حلوة، لان هو الاساسي بتاعها الخلطة اللي احنا ايه دهنا بيها السمك. هو ده اساسي ده اساس الخلطة بتاع السمك. تمام. اللي عايز يزود حاجة بقى يزودها، اللي عايز ينقص حاجة ينقصها على حسب ما هو حابب. ماشي. طبعا انتوا بتاخدوا افكار، بس طبعا كل واحد بيطور الفكره والوصفه على طريقته. وطبعا كلكم ما شاء الله ما شاء الله كلكم فنانين يعني. تمام. ده طبعا معانا هنا ده زيت وليمون. الصينيه اهي جاهزه معانا. تمام. هنحطها دلوقتي في الفرن، مجهزين الفرن طبعا يسخن من قبلها، وهنحطها دلوقتي في الفرن. واول ما تطلع ان شاء الله هرجع لكم تاني ونشوف شكلها بعد السوا هتبقى عامله ازاي. تمام. في رعايه الله. دلوقتي احنا بنعمل شويه رز بقى صغيرين كده، شويه رز بني.
في ناس بتحب جنب السمك رز ابيض، وفي ناس بتحب الرز البني، يعني على حسب كل واحد بيحبه ازاي. ف احنا بنعمل شويه رز بني عشان السمك اللي عملناه. تمام. طبعا هتحطوا الماده الدهنيه اللي بتعملوا بيها، طبعا هو زيت طبعا يفضل عشان السمك. وقطعت السمكه مكعبات، سوري، قطعت البصله مكعبات وحطيتها، وحطيت معاها رشه سكر بسيطه جدا، تمام، عشان تكرمل مع البصل كده وتدي اللون البني الحلو للرز. تمام. هنقلب البصله لما تحمر قوي، وبعدين هنحط الرز نشوحه معاها شويه، وبعدين هنطشه اهو. قلبنا الرز ونشفناه كويس، قلبنا الرز كويس وهنطشه دلوقتي. السمك خلص معانا اهو، شايفين مستوي ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟ شايفين السمك وجماله واحمر من غير ما نولع عليه الشوايه، هو احمر. لما استوى خد لون حلو جميل، واستوى وبقى زي الفل. معانا طبق السلطه وطبق الرز، وبالهنا والشفا حبايبي.